السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين كويزين نوبل. اليوم غادي ندير ان شاء الله وصفه سريعه وبسيطه دغيا كتوجد. كما عودتكم ديما كنقلب لكم على وصفات سهله اللي ما كتاخذش الوقت بزاف، وحتى المكونات كتكون قليله ما كتكونش كثيره بزاف. غادي نديروا القطبان اللي كنديروهم مشويين، غادي نديروهم في الكوكوط بطريقه بسيطه وسهله وكيجيو فتيين بزاف. غادي نحتاجوا ليهم، عندنا هنايا اللحم مقطع مربعات، ممكن تديروا مربعات كبار او صغار حسب كما يعجبكم نتوما. واحد ربيطه المعدنوس، واحد بصله مشلضه. البصله ديروها حتى هي اما قليله ولا كثيره على حسب كما بغيتو. انا كتعجبني البصله بزاف تكون في القطبان. غادي نديروا البصله، نديروا عليها اللحم ونديروا المعدنوس. المعدنوس كتير حتى هو شي شويه كيجي زوين. وغادي نخليو شويه من بعد زين، وغنديروا عليهم شويه د الملحه، شويه د الابزار، التشاميله ديال القضبان وصافي، معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه ديال الكمون. وغادي ندير معاهم واحد المعلقه كبيره ديال الزبده باش يجيو فتيين. بغيتو تعوضوا الزبده بالزيت ممكن، ولكن من الاحسن الزبده. وغادي نديروا معلقه ديال الخل الابيض، وغادي خل اي خل. وغادي نسدو عليهم في الكوكوط ونحسبوا ليهم تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه على نار مهيله. ومنين كنحلو عليهم كما شفتوا كانت فيهم شويه ديال المريقه، كنخليوها تقلى مزيان حتى ينشفوا ويوليو بحال القضبان العاديين اللي كيكونوا ما فيهمش المرقه. ما كنديروا لا ماء لا حتى شي حاجه، غير كنسدو على الكوكوط ونقصوا كنمهلوا. ملي تصفر الكوكوط كنقصوا عليها العافيه مهيله ونخليوها تقريبا 15 دقيقه كما قلت لكم. ومني كيوجدوا كيجيو على هذا الشكل هذا ناشفين ما فيهمش المرقه نهائيا. وممكن حتى الا بغيتو تزلقوهم، الا كنتو مقطعينهم كبار ديروهم في العويدات ديال القضبان ولا ديك السفاف ديال الشوا. ممكن يجيو بحال دايرينهم يعني شاوين. هذه كانت الوصفه ديالي ديال اليوم، يعني كنبسط لكم ونعطيكم وصفات اللي ممكن تعوض لكم وصفات اخرى اللي ما كيكونش عندنا عليها الوقت باش نديروها وكنتشهاوها. نتمنى تعجبكم وتجربوها. كتجي اللحمه فتيه فتيه بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. بحال ديما الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي واحد لايك وكومونتير، وبسلام عليكم.